طب ودلوقتي اكتر حاجه شغاله او اكتر حاجه عليها طلب في عالم التجميل ايه؟ لسه البوتوكس والفيلرز والحاجات دي، ولا ابتدى الموضوع يروح في حته ثانيه؟ هحكي لك دي حاجه هتضحكك شويه. اكتر حاجه عليها طلب ان انا يا دكتور عايز اعمل حاجه ويبان شكلي ناتشرال. ده ناتشرال دي بقى ما بتبقاش ناتشرال خالص، بس انا بقول الكلمه دي كتحليل في الاول، فاهم قصدي؟ فدايما حتى تلاقي كل بلوجرز دلوقتي هتضحكوا وانتوا بتضحكوا كده تطلعوا ساعتين ونص بس ما هو ده المطلوب. لا بس عشان الزحمه اهو. عشان الزحمه ساعه وحاجه. ما انا بقولك عشان الزحمه، شايف مكتوب اهو ساعتين ونص. هتلاقي بقى ايه ده؟ بس ايه هيلاقي فين؟ مبرر دلوقتي. يلاقي مبرر. الناتشرال لوك ده طبيعي لا هما بيقولوا دايما كده يعني، دايما حتى هتتفرج على الفيديوهات بس تقعد تقول لك البلوجرز كبر الشفايف، والإنفلونسرز. كبر اكتر، كبر اكتر، ودي ادي شك واحد تيجي عم بس هي دايما نفسي كل حلقه بحط نفسي في مشكله مع انا اسف. بس هما دايما اللي بيحلل الموضوع ده دايما يعني، هي بتبقى عارفه ان هي عايزه تعمل ايه اوفر دان، بس هي دايما تيجي تخش الداخل هتلاقي بلوجرز دايما بيقولوا كده: دكتور انا بتلاقيهم في التصوير انا عايزه اعمل حاجه بس مش عايزه حاجه تغير في ملامحي يبان شكل ناتشرال. تلاقي راجل داخل تلاقي راجل داخل بكانيولا قد كده فاهم قصدي، في 9 حاجات مختلفه، وهي تطلع تقول لك ايه ده شكلي ما اتغيرش خالص، فاهم؟ طب اسالك سؤال تاني قبل ما نخش في الطبي منه جدا بقى. ايه اكتر اوقات في السنه بيبقى فيه ضغط رهيب على السؤال ده حلو قوي. خليني بقى اقول لك جيوغرافيكلي او جغرافيا بطريقه كويسه جدا. في القاهره انا قلت لك احنا جروفي وحاجات تانية، بس احنا مينلي جروفي. بس انا هقول لك الاجابه دي بقى من كل الحاجات. احنا عندنا 24 عياده في المجمل. دايما في القاهره قبل رمضان ده هاي سيزون. ليه بقى؟ عشان الناس بيجهزوا عشان عزومات رمضان. راح اسال حاجه ايه ده؟ لا ما انا عندي قصه احكيها لك. فاهم قصدي؟ قبل رمضان. إيه لا دي ما جاتش في دماغي. انا بالنسبه لي رمضان ده صلاه والصيام، فانا اصلا مش مهتم. انت بتقول اي كلام مبدئيا، لان انت في رمضان عندك خيم وخروجات وفسح قد كده، وبتقابل كل الناس اللي ما قابلتهمش طول السنه، فانت بتقول كده بقى. بص اللي انت بتقوله ده مش والله العظيم انا عمري ما رحت خيمه اصلا. يبقى طلع له صور وحط له، واول ما يقول له عمري رحت خيمه طلع له بقى حاجه بتعمل خيمه. مستحيل بالنسبه لي الخيمه. لا العزومات يعني، سيبك من كلمه الخيمه. ايوه بس ما هو ماشي، ما هو عزومات يعني هقابل ناس. انا اتخضيت من المعلومه. قبل رمضان، ما تسيبونا اتخض يا جماعه. قبل رمضان على طول. قبل رمضان الناس غريبه جدا. رمضان دي اوكيجن. ايوه ايه ده؟ لا والله انا مصدق. قبل رمضان احنا بنشيل ده البنات بيشيلوا ماشي، ما بيشيلوا اللي بره اللي هي من بره البرودكتس مستورده. يعني كل البرودكتس بتاعتنا هي كلها مستورده، ما فيهاش اي حاجه من مصر. ماشي. فبيراعوا ده. فعكس بقى في الصيف اللي هو بقى اللي هم شهور الصيف دي، الناس اللي جايين من بره من بره مصر بيعملوا بقى الشده السنويه دي، اسمها الشده السنويه. بره القاهره بقى الصيف دايما توب سيزون بره القاهره. عايز اقول لك على حاجه بقى، هقول لك دي هتفهم. قبل الصيف في الصيف هضحكك على حاجه. جيمات القاهره في الصيف بتبقى فاضيه، صح ولا غلط؟ ايه اللي في القاهره؟ الجيم بيبقى فاضي في وقت الصيف، صح ولا غلط؟ بيبقوا في الساحل. بالظبط. عكس اللي بره القاهره، الجيمات في الصيف تلاقيش مكان. انا بحكي لك بقى الحاجه دي يعني تقول ليه يعني ولا لا؟ ما هو عشان الناس، ما هو الناس في القاهره معظمهم انت عارف مسافرين والساحل اجازات، لكن هناك هم خلصوا زي مثلا في بلد اجازه بقى، هم في اجازه هعمل ايه؟ قاعد في اجازه فبيروح الجيم، هروح الجيم وهروح العياده وانا زهقان بقى مفيش حاجه. بالظبط. بس انت برضو انا بقى في وقت تاني برضو في القاهره. ايه قبل العيد في رمضان، قبل العيد على طول. ما هو قبل العيد على طول ده كده ما هو ده كده بقى سيزون يعني. قبل العيدين بتوع بالنسبه عيد الفطر وعيد الاضحى، بالنسبه للمسيحيين قبل عيد الميلاد وعيد القيامه، دول توب سيزونز. انا كنت يعني انت اللهم صل على النبي، انت شغالين 12 شهر. ايه الحلاوه؟ كل ما اسالهم بقى عايز اقول لك على حاجه. طب وانا ماليش فيه وشال ايده وبتاعه.